لا خلي بالك. طيب قول لي يا كابتن رايك انت. اسباب الهزيمه كابتن رضا قال لك هو اصلا كده متوقع الماتش انه يحصل. لا انا قايل لك الكلام ده من لو رجعت للماضي قايل لك الكلام ده من امتى؟ فاروق لما قلت لك الزمالك السنه دي ربنا يستر وما ايه ما يصارعش على البقاء ولا لا. ده مش ذنب اللعيبه اللي انت قلت لي من المركز. لا اللعيبه مالهاش ذنب، مركز الاداره اللي هي كانت كابتن رضا انت قلت لي من المركز الكام؟ قلت لي من المركز الكام للكام النادي الزمالك هينافس على البقاء، مش مركز بقى خلاص. احنا المركز دي قبل ما نشوفهم، بعد ما شفناهم هينافس كده بالشكل ده ربنا يستر. يعني الفرق في الدوري اللي موجوده في الدوري السنه دي افضل من نادي الزمالك؟ اي فرقه احسن من نادي الزمالك. على الاقل الروح والاستقرار هيقابلوك هيكسبوه. طيب كابتن ابو الدهب. لا انا شايف الله يكون في عون نادي الزمالك الفتره دي بالذات يا فاروق. انت لعيبه النهارده بتتفرج على المباراه مفيش يعني حتى جمله، مفيش شكل، مفيش منظر في الاداء النهارده، مفيش روح. انت بتتكلم النهارده ان انا كنت بتفرج على كأنك بتلعب تقسيم، لكن انت عندك مشكله. اللعيبه اللي موجوده ديت هي اللي هتشارك وهي اللي هتأدي. ما كنت هتنافس بقى على الهبوط وتنافس على المركز الرابع وتنافس على المركز الثالث. الكلام ده مش صح النهارده. هو الراجل، لكن انا بكلمك من وجهه نظري اوسوريو ده يمشي وتمسك اي حد من ابناء نادي الزمالك وتوفر الفلوس اللي تاخدها. خلي بالك يا فاروق، كابتن رضا بيقول حاجه مهمه. بس يا كابتن فاروق بص، يعني هو مش مدرب كويس من وجهه نظرك؟ لا مش مدرب كويس، ده بيألف. استنى بس، انت بيألف ليه؟ لان انت راجل الطريقه اللي بيلعب بيها القماشه اللي معاه ما تساعدوش على ان هم ينفذوا له طريقه، ما بينفذوش. حتى الراجل تغييراته يا فاروق، حتى لو انت عندك فرود، لما ابقى على سيف الجزيري نزل الاخ ناصر يا عم استنى بس، لكن انت النهارده ما انا بقول لك استنى، سامسون ده جاي من اكاديميه يا عم اسمع بس، جايبينه من اكاديميه يابا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه والله جايبينه من اكاديميه. لا انا بقول لك ان انت مخليه. طب مخليه لعب النهارده؟ ما هو ما حدش يا كابتن عرضوه على كذا نادي، ما حدش وافق يابا. لا ماشي، حدش عاوزه يا عم، ما تسيبه. ما هو انا عندي صلاحيه ببلاش. ايوه ده هيرفع عليك قضيه عشان ياخد لا يا حبيبي وتخش في قواضي. لا يا حبيبي، لا 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 أيوة لا اسمع بس، ما تقعدش تخبط. خلي بالك لو انت معاك اللعيبه ديت، لو انت مدير فني او اي مدير فني في نادي الزمالك جه مسك اللعيبه ديت، اقسم بالله لو وظفها